مخدر الاغتصاب اللي قلب مصر كلها حرفيا ومجازيا، مخدر الجي اتش بي او مخدر اغتصاب الفتيات، واللي الداخليه اعلنت انها مسكت اكتر من 180 لتر منه وكميه كبيره منه كانت مع تاجر واحد بس في التجمع الخامس. ومسكوا اعلاميه شهيره اول حرف من اسمها داليا فؤاد وتم اتهامها بنشره بين الشباب، والكميه اللي اتمسكت واتصدرت قيمتها حوالي 145 مليون جنيه، وكمان عاملين لهم تمويه في ازايز لواحده من شركات النظافه بما انهم كيمياء في بعض يعني. وفي من المخدر دوت نوع باودر، وده بيبقى حاجه زي البودره كده، ونوع تاني سائل لا بيبقى ليه طعم ولا ريحه. طبعا لو تحط لك مع اي حاجه مش هتحس بطعمه، بس تاثيره بيبقى قوي جدا لو اخدت منه فوق ال1 جرام، وبيخليك تفقد التوازن وما تبقاش قادر على الحركه، ولو زودته شويه كمان بس هيخليك فاقد للوعي. ومن هنا بيجي استخدامه في الاغتصاب، ولو اديت منه كميه كبيره لاي شخص هيخش في مرحله اللاوعي، ولو عملت فيهم ايه مش هيحسوا باي حاجه وهيبقوا فاقدين الذاكره ومش فاكرين اي حاجه حصلت. وللاسف بيتم التخلص منه عن طريق الكبد في الاساس، و5% منه بس عن طريق البول. فلو عملت تحليل البول بعد 24 ساعه مش هتلاقي اي ماده غريبه، وربنا يسترها علينا. الدعاء ده بقى معبر جدا الايام اللي فاتت. سلام.